كاين اختراق كبير من البطاقات البنكيه داخل المغرب. طبعا الانسان اللي عنده مبالغ ماليه كبيره داخل الحساب البنكي ديالو فهو معرض لا محال للاختراق والسرقه. السلام عليكم، تحيه طيبه للجميع، كنحيي كل الاخوان والمتابعين. كيوصلوني شي رسائل حول قضيه واحد المعلومه منتشره ديال اختراقات الحسابات البنكيه. والحسابات البنكيه لم تعد امنه، خصوصا من يشتري من مواقع التواصل ويشتري من المواقع الالكترونيه. فبالتالي كيقولوا ان كاين اختراق كبير من البطاقات البنكيه داخل المغرب، وكاين اللي كيقول على اساس ان هذه هجمات من الامن السيبراني على الامن السيبراني المغربي من طرف الجزائر، خصوصا في القضيه اللي كتتعلق بالتسريبات الضمان الاجتماعي واختراق واحد مجموعه ديال الوزارات، المواقع ديال الوزارات. فقالوا حتى انهم اخترقوا حتى الحسابات البنكيه. شنو هي الصحه هذه المعلومات؟ هذا الشيء اصبح متداول كثيرا. طبعا انا عملت بحث وحاولت نستقي المعلومه. قبل ما نعطي شي معلومه لابد ان نترصد المعلومات ونعرفوا شنو كاين بالضبط وشنو هي الحقيقه، لان اللي كيروج في مواقع التواصل الاجتماعي بزاف المعلومات كتكون ماشي صحيحه، اولا كتكون معلومات مغلوطه كيكون فيها جزء صحيح وجزء ماشي صحيح. القضيه وما فيها ان واحد الشركه ديال الامن السيبراني، ملي كنقولوا الامن السيبراني شنو كيعني الامن السيبراني؟ هي شركه ديال المعلوميات وديال تقصي حقائق ديال المعلوميات. الامن السيبراني هو ديك الامن اللي كيتصدى الفيروسات وكيتصدى الوسائل اللي كتخترق الحسابات واختراق الهواتف واختراق الحواسب الى اخره، فيسمى بالامن السيبراني. هذه الشركه مختصه في الامن السيبراني قالت ان اكثر من 31 الف بطاقه بنكيه في المغرب تم اختراقها. يعني اكثر من 31 الف بطاقه بنكيه، يعني المعلومات ديالها تسربت وتقدر تسرق. مادام ان المعلومات ديالك تسربت، يعني الكود تسرب، كلشي تسرب، يعني يقدروا يسحبوا من الحساب ديالك. القضيه وما فيها، واش هذا ناتج على تسريب ديال المعلومات واختراق الحسابات، ام انه ناتج على ضعف الانظمه البنكيه؟ وقد يكون الاثنين، لكن الاصح والارجح هو انه هاد صحاب ديال البطاقات البنكيه كتغرهم بعض الاعلانات. كاين بعض الشركات كتعمل على عروض، هي شركات وهميه، وكتجي بحال مثلا بحال واحد الشركه ديال المأكولات او شركه ديال الملابس او شركه كتعطيك عرض مغري، ثمن بسيط، وهي كتكون شركه وهميه عامله الموقع ديالها كيشبه الموقع ديك الشركه الاصليه، وكيقدم عروض وكيعمل دعايه حتى في مواقع التواصل. فالانسان كيدخل كيقول هذه همزه، هذا عرض مهم باش يقتني شي حاجه. ملي كتدخل المعلومات ديال البطاقه البنكيه ديالك والكود ديالك اخر، يعني كتلقى ديك المعلومات، وبالتالي صافي كيصبح انه عنده الكود ديالك وعنده الرقم ديال الحساب ديالك، يقدر يهز لك منه الفلوس وكتصبح مخترق. وبهذه الطريقه هذه تم سرقه واختراق هاد الحسابات. وطبعا الانسان اللي عنده مبالغ ماليه كبيره داخل الحساب البنكي ديالو فهو معرض لا محال للاختراق والسرقه. فبالتالي كاين شركات كتقلد شركات اخرى، انا ما باغي نسمي حتى شي شركه، بالحق كاين شركات تقلد شركات اخرى، شركات عالميه، شركات مشهوره، وكيجيبوا لك موقع فحال ديك الشركه الحقيقيه لكنهم موقع مزيف، وكيبقى يجمع البيانات. كيجبر هذا الحساب هذا فيه مثلا 2000 درهم 3000 درهم ما كيعنيش، لكن الا جبر واحد الحساب فيه واحد المبالغ ماليه مهمه بالملايين اكيد انه يخترق. فبالتالي بهذه الطريقه تم سرقه الحسابات البنكيه، وهذه هي المعلومات المرجحه طبقا للمصادر اللي تكلموا فيها يعني اشخاص خبراء متخصصين في الامن السيبراني. بالتالي البطاقات البنكيه ديالكم حاولوا تجنبوا ما امكن تشريو من مواقع والعروض اللي كتظهر في مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا العروض اللي كتظهر في مواقع التواصل الاجتماعي. يمكن عندك واحد التطبيق معين ديال شركه، فهذاك صعيب انه يتخترق، يعني التطبيق موجود عادي وكتستعمله لمده، هذاك صعيب انه يخترق وما يمكنش يزيفوه. لكن ما يتعلق
بالعروض كتكون في الفيسبوك ولا في التيك توك ولا في شي موقع من مواقع اليوتيوب او موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، كيبان لك عرض كتقول هذا العرض مغري، ارا ندخل نستافد منه. كيطلب لك الحساب البنكي، كتمشي تسجل المعلومات ديالك، وهو موقع مزيف، هو عامل اعلان في الفيسبوك ولا عامل اعلان في موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. كتدخل كيدي لك المعلومات ديالك، فبالتالي بين ليله وضحاها تجبر ما عندك حتى درهم. كانوا عندك الملايين تجبر ما عندك حتى درهم. طبعا هما كيستهدفوا الحسابات اللي فيها الفلوس، الحسابات اللي فيها اموال، وبالتالي هكذا كيتم اختراق ديالك. طبعا دائما حرصوا كل الحرص على تجنب من الشراء من مواقع التواصل الاجتماعي، لان المعلومات ديالكم اذا كانت كتعطى لموقع معروف وكذا فما يخترقهاش، لكن اذا كانت كتعطى لمواقع مزيفه فيقينا انه ما يسرقوك، خصوصا اذا كانوا عندكم فلوس. كاين بعض الشركات وبعض الابناك كيعملوا واحد الطريقه، هو انك كيخرجوا لك واحد البطاقه خاصه، انت من البطاقه الاساسيه ديالك يمكن لك تنقل، يعني باغي تشري شي حاجه في حدود 100 درهم ولا 200 درهم، كتنقل الرصيد ديالك ديك البطاقه الخاصه اللي يمكن لك تشري بها بمواقع التواصل الاجتماعي، وهذه ربما تعتبر قضيه عمليه نوعا ما مقارنه مع الاخرى. فبالتالي الان كاين عمليه اختراق، وكاين اختراق اكثر من 31 الف حساب. المغاربه بالملايين عندهم الحسابات البنكيه، فبالتالي اللي تخترقوا هما 31 الف حساب بنكي. هادو مهددين من الخطر، ويمكن لهم يمشيو لهم المعلومات ديالهم. فلهذا شدوا البطاقات ديالكم، ما تخليوهاش مفتوحه، ما تخليوهاش انهم يقدروا يديو الفلوس من البطاقات ديالكم. وحاولوا ما امكن تجنبوا نهائيا الشراء من المواقع الالكترونيه والشراء من مواقع ديال التواصل، لان فيها ثغرات، وفيها ثغرات كبيره، وتقدر يعني بين ليله وضحاها تجبر نفسك ضحيه من ضحايا التسريبات ومن ضحايا الابتزاز. يمكن اللي خدمت عليه سنين واللي جمعته في سنين يمشي لك فرمشه عين بسبب ثغره امنيه، وهؤلاء لا يرحمون. كاين اساليب شتى للسرقه واللي التحايل واللي التلاعب بالحسابات البنكيه. هذا الشيء ماشي في المغرب، في دول عديده، لكن المغرب في الاونه الاخيره خصوصا ما يتعلق بالحسابات البنكيه الانسان خصو يرد باله بزاف، لان احداث كثيره واشخاص كثر تعرضوا للسرقه بشتى الطرق. فلهذا خصو يكون الانسان حذر في التعامل مع الحسابات البنكيه ومع الاموال اللي عنده في البنكه. هادشي اللي بغيت نوصلكم، وهذه المعلومات ما يتعلق بهذا بالنسبه للاشخاص والناس اللي يسالوني واللي راسلوني حول هذه القضيه. هذه المعلومات الوارده. اما بعض المغالطات كيتم ترويجها، فكاين الهدف ديالو هي يصنع الهلع، يخلع عباد الله باش يحصل على المشاهدات وكذا. اللي كاين هو هذا. وفي الختام نحييكم، مرحبا بكل ارائكم وتفاعلاتكم. ان عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك معنا في القناه، والى فيديو اخر نحييكم. السلام عليكم.